طيب تمام. غاية كم بتكلف السفرة لمدة 3 أيام مع الفنادق والأكل؟ أعطيكم إياها من البداية. تمام. أول ما توصلوا على المطار حتنزلوا على منطقة اسمها تبليسي، بدكم تاخذوا سيارة من تبليسي تطلعوا على قداوري تقريبا ساعتين. تمام، تاخذ ساعتين ونص حسب الطريق. تمام. المهم لما توصل لهنيك الاوتيلات هنيك في كثير انواع اوتيلات، بعطيكم اسماء اوتيلات حلوه. انا قعدت تقريبا اوتيلين فوق. تمام. اول واحد كان ماشي حاله مع انه قالوا لي انه تمام. الثاني كان حلو، كان ما صار له 10 ايام فاتح، اللي هو انا صورت لكم اياه بعتقد انتم شفتوه. اطلالته حلوه ودايركت على السكي. هاد كان باليوم لان كان فل فما لقيت، فحجزت بهاد كان باليوم تقريبا $270. تمام، بس كانت غرفة كبيرة. هلا فيك انت كمان بنفس المكان اذا بتحجزوا من بكير فيكم تاخذوا مثل شقة فندقية بنفس المكان. يعني هاي بناية الاوتيل اللي انا كنت قاعد فيها، البناية اللي جنبها بالضبط $120 بالليلة الوحدة، وفيها مطبخ وفيها صالون. صح فيها مطبخ وصالون؟ فيها مطبخ وصالون يعني، وكثير حلوة وب$120. ففي عندك اكثر من اوبشن من هدول النواحي. بدك اوتيل موجود $200-250 بالليله. اذا بدكم شقه فندقيه بيكون $120. فهي اسعار الفنادق. الاكل ما انه غالي، منطقي جدا. يعني مثلا كنا نقعد 4 اشخاص كانت تطلع علينا الفاتوره نطلب ما نخلي شيء، يعني يطلع علينا تقريبا $90 $100 هيك شيء. هلا بالنسبه للسكي في دخوليه مثلا، اذا بدك يوم كامل دخوليه، اليوم الكامل ب $25 او $20. تمام. اما اذا بدكم السكي الاغراض طبعا كل شيء له سعر. مثلا الجاكيت مثلا انت ما عندك جاكيت مثلا بدفي او طاقيه او جلاس او اي شيء، يعني لبس السكي كل شيء له سعره. مثلا في $5 $10. في عندك البوتس، في عندك الجلوفز، كل هدول لهم اسعارهم بس انه اسعار منطقيه. هلا السكي بشكل عام يعني بكلفك اذا بدك يوم كامل مع الدخوليه مع كل شيء $100 لليله. صح تقريبا $100 مع الاواعي وكل شيء. مع الاواعي مع كل شيء $100. بتفيق من الساعه، بيفتح من الساعه يمكن 10 الصبح لل5 العصر. تمام. بس وين الحلو؟ لو بتنزل انت بالويكند، لان بالويكند بيفتحوا النايت سكي. يعني فيك انت تعمل سكي بالليل من الساعه 8 للساعه 10. فهاي كانت احلى. فانت اذا بدك تنظم انه نزله نزل على الويكند. وعندهم مدربين صحيح هناك؟ ايه وعندهم مدربين. فيك اذا مثلا اول مره اخذ مدرب مثلا اول ساعه خليه يعلمك الاساسيات، بعدين خلص في على حالك. ما يعني في نزات صعبه وفي نزات سهله، انت بتختار يعني وقتها. بس النايت سكي لازم تعملوها لان احلى شيء بعمله في حياتي. افتحوه الا بالويكند. الويكند عندكم امتى؟ سبت احد ولا جمعه سبت؟ سبت واحد. الويكند سبت واحد. هاي بالنسبه للاسعار بشكل عام والاكل. يعني انتم بدكم تحسبوها مثلا الليله على الشخص $100 اذا بده يعمل سكي، ليلتين ثلاثه $300 بلس الاوتيل كمان، هاي $600 $700 توتال. مع الاكل زدت لك كمان يعني شي $1000 غير تكت الطياره. فانت جيب معك $1000 1500 عشان تفيع وتكت طياره. ما حسبته هاي تكت طياره يعني تحسبوها معه وبس. والله كثير حلو، كثير حتنبسطوا. بس الجو او الموسم بيخلص بشهر اخر شهر 3. فانتوا اذا بدكم تجوا اول شهر 3 عشان الثلج. يعني هلا مثلا هالفتره كثير متلجه وعم ينزل ثلج. هلا من بكره حيصير الجو حلو، حيصير انه بتطلع شمس وبصير الجو احلى. يعني نحن لحقنا بس اول يوم. ان شاء الله يكون فدتكم يا رب. شو الشيء المزعج بالسفره؟ اعتقد انه هون الشعب ما بيتحمل تحكي معه كلمتين. هلا ايه يعني لائمين. فالحمد لله طلع لنا محمد. ايوه محمد. السلام عليكم محمد. وعليكم السلام. محمد هو قدر يكون معنا اخر يومين من السفره. حاط لكم رقمه اذا بدكم تتواصلوا معه. هو بدلكم، هو اللي اخذني على الاماكن، هو اللي اختار لي الاماكن، وانا بقول لكم يعني هو عارف هو وين كنا وين اخذنا وين جابنا، فانه بفيدكم هو بهالموضوع. يعني حط لكم رقمه. بس انه الجورجيين بدكم تتحملون. يعني مثلا اذا قلت له مثلا
وينك ليه تاخرت علي؟ بيجي بيقول لك شو مالك حبيبي؟ شو بدك؟ شو ليه حر، انا بدي اتاخر عليك، انت شو دخلك؟ فهمتوا؟ فبدك تكون يعني صبور، وانا قد ما انا صبور اجاني محمد يعني مثلا. ثلج عم بتشتت الدنيا، ثلج والاجواء مع اصحاب. بعرف هالبركه هاي فيها زحطه وموت. لا والله حطلع الثلج. مرحبا يا عموره، مرحبا يا حلوه، مرحبا يا كتكوتي. امسكي بدل ما انت واقفه عامله حالك عم تساعدينا. يلا راسك ما حجر الشنطه. يلا ايه انا عارف، عشان حملت كاميرا هلا بطل تجر الشنطه. يلا معنا 10 دقايق وبتسكر البوابه. يلا خدي انا بجر هاي خلص. يلا جيبي. وصلنا على المطار. والله اجواء والله حلو، اجينا بجو حلو. منيح لحقنا اول يوم كان شمس. يا جماعه لما تطلعوا على السكي يكون مثلا الشمس طالعه، شيكوا على الاجواء كثير حتنبسطوا. هلا نحن عشنا الجوين، عشنا الثلج وعشنا الشمس. انا عم لزق هون، حتزحلط عبود.